نظمت الجمعية المصرية للنحالين ندوة بمركز طنطا لمناقشة أمراض النحل وطرق علاجها ومشكلات النحالين. كما تضمنت الندوة مناقشة نقص السكر ومشكلات التصدير وارتفاع أسعار الخدمات. وأكد فؤاد بدران رئيس الجمعية أن مهنة تربية نحل العسل مهددة بالتوقف نتيجة لتفاقم المشاكل التي يواجهها المربيون، وأهمها في الوقت الراهن هو ارتفاع سعر السكر. المشكلة الرئيسية اللي موجودة الفترة اللي فاتت من 3 شهور هي ارتفاع سعر السكر من 4000 جنيه النهارده ب 8000 و 9000 جنيه. يمكن مش قادرين نلاقي السكر. كتير من النحالين بدأت تبعد عن مهنة تربية النحل في القرية. الناس كتير باعت النحل. صناعة مهنة نحل العسل في مصر مهددة بالخطر نتيجة ارتفاع سعر السكر، نتيجة عدم اهتمام الدولة بالنحل ولا بالنحالين ولا بالتصدير كمان. هدفنا النهارده هو الوصول لطريقة آمنة لمكافحة الآفات والأمراض اللي تصيب نحل العسل، عشان أوصل بمنتج آمن، وخاصة عسل النحل اللي الناس عندها إيمان قوي جدا بأن هذا المنتج هو منتج علاجي ومنتج طبي، خاصة أنه ذكر في القرآن الكريم. كلنا بننظر لآية النحل في القرآن الكريم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن البيوت ومن الشجر ومما يعرشون. الآية والوحي من المولى عز وجل للنحلة، وفي نهاية الآية بيقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. كل الناس بتبص للعسل. هو للأسف مش العسل، واحنا عندنا عسل وعندنا حبوب لقاح وعندنا غذاء ملكي وعندنا بروبوليس وعندنا سم النحل وعندنا 6 منتجات تقريبا النحل بينتجهم لنا. عايزين نوصل بهذه المنتجات إلى منتجات آمنة ما يكونش فيها متبقيات مبيدات أو مضادات حيوية.